يلا يلا 5 جنيه يلا على الحلال من دين. انت لو ما جبت 5 جنيه ناخد منك التوك توك ده. انت هتاخد ال5 جنيه ليه؟ انت مين اصلا؟ على الحلال من ديني، انت لو ما جبت 5 جنيه ناخد منك التوك توك زي ما قلت لك يا حسبنا الله ونعم الوكيل. خد يا عم 10 جنيه 5 جنيه. عايز 5 جنيه وسع على ايدك يلا يلا يا بص يا حاج سعيد، الموضوع ده تعبنا قوي. السواقين بقت خانقاني موت. كل ما اقول له واحد 10 جنيه اللي بيدفع 5 واللي معروض واللي ساعات ما بيدفعش. انا قررت ان انا اسيب الموقف ده وامسكه لاخويا. طلعت معاهم يا باشا. انا في ابو زعبل مشيب الكارت على رجل. انا موقف العربيات كل واحد ميري هناك. الحوار مش حوار كده يا استاذ سعيد، الحوار كله اللي انا مش عاوز اجي على سواق. السواقين عندنا غلابه غير عندكم. هنا كلها بتكح تراب. هم بقى مفكرينها غلط معانا، بس انا مش عاوز اجي على حد، عشان لو جيت على حد اذيه. انت معروف هناك موقفك عامل ازاي، انا غيرك. يا عم اسلام السلام عليكم. الناس اللي انت موقفنا على المثلث دي يا عم اسلام ويقضيها شغل بلطجه ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. ايه يا ابني اللي انت بتقول ده؟ ناس مين وبتاع مين؟ مين اللي واقف على المثلث وبيعملوا ايه دول؟ هو واقف على المثلث بيقول لي هات 5 جنيه سوا يا عم اسلام. بص يا ايمن، الناس دي احنا عارفينهم كويس وعارفين هم مين وحبسناهم كذا مره، بس الناس دي لسه خارجه من السجن شغل تذكره. في الراحه والجايه يا ابن الحلال دي منك انت ذوقيا واحترامك اديله 5 جنيه و10 جنيه كل يوم او كل يومين وريح دماغك، بدل ما يرازوك يكسر لك لوح ازاز، يكسر لك مرايه، يرازيك في اكل عيشك. مش مستاهل، وربنا يا ابني يستر عليك. بص يا ايمن 5 جنيه مش هتفرق ولا 10 جنيه هتفرق. دي ناس مبليه ماشي. والله يسهل لهم يا عم الحاج. هم دول مش سكتنا ولا تبعنا ماشي. بس اديهم راضيهم وخلاص.